وانطلقت الافراح الهلاليه في هذه الامسيه الكرويه. خطوه كبيره يحققها الهلال على درب التأهل. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم الاوزبكي فلاديسلاف ستايتلين على نهايه المباراه تحت اجواء متوتره لاسماعيل احمد. اهدأ يا اسماعيل وخلي الامور الاخويه فوق كل اعتبار في هذا المشوار. انتصار للهلال على العين بهدفين لصفر في انتظار نهايه المواعيد في الجوله الاخيره لما يلعب الهلال ضد الريان والعين ضد الاستقلال. اجمل تحياتي مشاهدينا الكرام والى اللقاء في المواعيد الكرويه عبر الجزيره الرياضيه. اعود بكم الان من جديد رفقه الزميل عبد العزيز البكر. شكرا لزميل رؤوف خليف. كل الامور كانت جميله في لقاء الزعماء الا المشهد الاخير الذي نشاهده حاليا في نهايه المباراه الذي جمع اللاعب اسماعيل واللاعب نواف العابد، ولكن بتدخل الناس الطيبين في هذه المباراه انتهت الامور بشكل حبي.